الواد ده غلباوي قوي. عارفين ان كلمة غلباوي دي في الاصل مهنة؟ لا، ومهنة كمان قديمة قوي، انتشرت في مصر قبل سنة 1868، يعني قبل انشاء اول كلية للحقوق في مصر. الوقت ده كان بينتشر قدام المحاكم كشك كده صغير اسمه كشك الغلباوي، يعني المحامي في وقتنا ده. وكان الغلباوي ده في اغلب الاحيان بيكون أزهري، ولازم يكون على علم بالقوانين الشرعية والعرفية المتعارف عليها، ده غير بقى مهاراته الكبيرة قوي في المجادلة والحوار والإقناع لساعات طويلة قوي، لدرجة بقى إن ساعات كتير كان القاضي بيحكم للمتهم بالبراءة وبيحبس الغلباوي. وكان ساعتها في كلمة مشهورة قوي بتقول ايه؟ بتقولك لو على البراءة ناوي روح للغلباوي. الغلباوي ده شخص مشاكس ومناكف ومكابر، بيدافع عن حقوق المظلومين ودايما بينتصر ليهم، وكان فصيح قوي. وبيقولك ساعتها ان الناس كانت بتحب او بتفضل الغلباوي الرغاي عن الغلباوي اللي بيقنع الناس. عرفتوا بقى مين هو الغلباوي؟ ده غلباوي قوي.